كيف ما كنشوفوا المقابله ديال اليوم، المنتخب الوطني ما دخلش بالتشكيله المعتاده اللي كنا كندخلوا بها في جوج المباريات. كان تغيير تقريبا في واحد 3 المراكز. كما لاحظنا الميليو كان خاوي في غياب املاح واللاعب اناحي. في الشوط الثاني المدرب كيدخل هاد اللاعبين تحرر الوسط، يعني يكون اناحي واملاح دخلوا في الشوط الاول كنا غادي نشوفوا نتيجه اخرى، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ليكيب ناسيونال المرتبه الرابعه فهي مرتبه مشرفه للكره المغربيه. هذا انجاز كنشكروا السي وليد الكراكي وكنشكروا اللعابه كاملين وفيدراسيون. صراحه الله فرحه المغاربه كاملين، شحال هذه ما عشنا بحال الفرحه هذه. كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في قادم المستحقات، خاصه كاس افريقيا الماجيه 2024 ان شاء الله. عندنا كامل الثقه في هذه المجموعه هذه. كاين بعض النقاط وبعض البوستات اللي هما خاصهم تعزيز، خاصه في الهجوم في غياب بزاف ديال الاسماء، علامات استفهام كبيره. وان شاء الله كنتمنوا التوفيق لليكيب ناسيونال، وكنقول لهم ديما مغرب وان شاء الله القادم افضل. مباراه جد مشرفه لكل الفريقين. المنتخب المغربي خاصو بعدا يعرف باللي كان موراه جمهور اللي كان كيتمنى ان هذا المركز الثالث انه يكون نسبه يكون ديالنا، لكن للاسف الدراري لعبوا، الدراري قدموا اللي عندهم، وحنا راه راضين على النتيجه كما كانت، لان اولا هما راه شرفوا الكره العربيه وشرفوا الكره الافريقيه، وان شاء الله مزيد من العطاء، مزيد من التوفق ان شاء الله، وان شاء الله ما كاين الربح لقدام ان شاء الله. وديما حسن يدك ديما مغرب الحمد لله، وديما حسن يدك يدير. اسمح لي يا شباب، شكرا لك بعد على التغطيه التغطيه الصحفيه لهذه المناسبه. الحمد لله اللي كنفتخروا باللعابه ديالنا، وكنفتخروا بالمنتخب ديالنا في ارض في دوله قطر الشقيقه. وبهذه المناسبه كنقول للمغاربه كاملين جميع المتابعين فيما كانوا بغينا الدعم للمنتخب. السلام عليكم اسيدي بخير، والحمد لله هذا الماتش واخا داير هكا ولكن حامدين الله وشاكرين. الحمد لله اللي جاء من عند الله تبارك وتعالى، راه زينا فيها الخير والله مالك الحمد لله. المغرب ديالنا راه زين الحمد لله، ديما غادي يربح ان شاء الله. الا ما ربح هذه المره غادي نربحوا الايام اخرى عند الله راه كبيره. المقابله دازت مزيانه اون جينيرال، الدراري داكشي داروا داكشي اللي عليهم.